النظام التعليمي في اليابان هو واحد من النظم المتميزة التي تسعى إلى تنشئة جيل من الطلاب يتمتع بالمسؤولية وحب التعلم والتعاون. يبدأ الطالب الياباني تجربته المدرسية في السادسة من عمره في المرحلة الابتدائية، وتستمر لمدة 6 سنوات، تليها 3 سنوات في المرحلة الإعدادية و3 أخرى في المرحلة الثانوية، قبل الانتقال إلى الجامعات إذا رغب بذلك. منذ أول يوم دراسي يغرس في الأطفال اليابانيين من خلال الأنشطة المختلفة مثل تنظيف الفصل، تنظيم الوقت، وتوزيع الأكل بين الزملاء. النظام يربي الأطفال على أن كل وظيفة لها قيمة مهما كانت صغيرة. أساليب التعليم في اليابان تركز على الفهم والاكتشاف بدلاً من الحفظ والتلقين. الكتاب المدرسي مصمم بطريقة تجعل الطالب يستمتع بالتعلم، ويستخدم الأنشطة العملية كجزء لا يتجزأ من العملية التعليمية، مما يتيح للطلاب الفرصة لاستخدام إبداعاتهم واكتشاف قدراتهم. هناك احترام وروح تعاون كبيرة بين الطلاب والمعلمين، حيث يقوم الطلاب بتحية المعلم عند دخوله وتبادل الأدوار في أداء المهام اليومية. المناهج تشمل أيضاً أنشطة الأندية المدرسية مثل الرياضة والموسيقى والرسم، مما يعزز مهارات الطالب الشخصية والاجتماعية. المعلم الياباني يعتبر مرشداً وصديقاً يرشد الطلاب في اكتساب القيم السلوكية بجانب التعلم الأكاديمي، كما يتابع تطورهم الشخصي والنفسي، ويسعى لتعزيز العلاقات الودية معهم ومع أسرهم. العطل ليست مجرد وقت للراحة، بل فرصة للانخراط في الأنشطة المدرسية التي تساعد الطالب على تطوير مهاراته وهويته. في النهاية، فإن النظام التعليمي الياباني يسعى لبناء مجتمع من الأفراد المنضبطين الذين يقدرون التعلم والعمل الجماعي.